انا ليه الحديد عندي بينقص؟ اول سبب واشهر سبب خالص، انا ما باكلش اكل كافي غني بالحديد. ايوه، الاكلات اللي احنا هنقولها في اخر الفيديو هي اللي بتزود نسبه الحديد. حضرتك ممكن بتاكل حديد، بتاكل اكلات عاديه جدا اللي بيجي قدامك بتاكل، لكن مش بتركز ان انت تاكل اكل غني بالحديد فيزود معاك هيموجلوبين الدم. او انت مثلا زي طفل صغير شهيته ضعيفه جدا، او مرضى اندر ويت اللي هو مريض النحافه، تلاقي شهيته ضعيفه فما بياكلش كميات الكافيه من كل العناصر بما فيهم الحديد، فعنده هيموجلوبين الدم ضعيف. او الناس اللي بتعمل دايت كتير، او دايت كيميكالز، انظمه غذائيه قاسيه، فبتقلل من جرعات اكلها وكميات الفيتامينز اللي بتاخدها، بتاكل كميات قليله، بتاكل على فترات متباعده، كل ده بيقلل هيموجلوبين الدم. تاني سبب ان انا بقى باكل اكل فيه حديد بس جسمي ما بيمتصوش. ايه اسباب ان انا جسمي ما يمتصش الحديد؟ لو انا عملت عمليات تخسيس زي تكميم المعده والعمليات المشهوره جدا وناس كتير قوي بتلجا ليها، فاوريدي بيكون عندها مشاكل في المعده. طب ايه المشاكل اللي في المعده اللي ممكن تعمل لي عدم امتصاص الحديد اللي انا باكله؟ اللي بيكون مثلا عندي جرثومه المعده، ودي منتشره جدا في سن المراهقه، من 10 سنين ل 20 سنه تلاقي معظم الناس في اللي عندها مصابه في جرثومه المعده في الاعمار دي. جرثومه المعده بتعمل على اعاقه امتصاص الحديد في الاكل، عندها حموضه في المعده، حموضه عاليه، ده ما يعرفش يمتص الحديد اللي في الاكل. فاي مشاكل في المعده لازم تشوف طبيبك ايه اللي اخده علشان يهدي معايا معدتي واقدر اكل الاكل الغني بالحديد وفي نفس الوقت يعلي هيموجلوبين الدم معايا. ثالث سبب من اسباب نقص الحديد بقى ان انا عندي سبب اضطراري او سبب خارجي، زي مثلا فقدان الدم، او ان انا حصل لي نزيف، او ان انا عملت عمليه ونزفت كتير قوي نتيجه بعد الف شر حادث، عمليه شديده، شرخ شرجي. طبعا السيدات في وقت البريود، الناس اللي بتجيلها البريود بكثافه غزيره، الناس اللي عندها الطمس بيقعد معاها فترات طويله. طبعا السيدات اكتر عرضه لحدوث الهيموجلوبين الدم نتيجه تعرضها كل شهر للبريود، فالدم بيفقد كميه كبيره من الدم. فلازم لو انا بفقد كميه كبيره من الدم او البريود بيجيلي بكميات غزيره، لازم اشوف الطبيب الاقرب ليا علشان يديني نظام اكل يعوضني كميه الدم اللي انا بفقدها وكميه الحديد اللي انا باخدها، او اخد مكملات غذائيه برضو تحت استشاره الطبيب.